ازيكم يا قلبي لولا من جوه؟ عاملين ايه يا بنات وعاملين ايه يا عيال؟ على طول كده يا عيال يا ولاد. بصوا احنا بقى ايه مع بعضينا كده يا بنات، وبنتكلم بقى مع بعض، احنا اصدقاء بقى. بقينا فري بقى عادي خالص. مش عارفه يا اختي انت وهي، بيجي كده بالليل مش عارفه طقت في دماغي كده عايزه اكل حاجه حلوه، بس انا عملت كيكه فخلاص بقى مش ماليش نفسي بقى للكيكه، فانا عايزه اعمل حاجه حلوه. ابص يا اختي ما لقيتش عندي الا تقريبا 3/4 كوبايه سكر بودره. فانا بقى قلت ليه طب انا يعني هعمل كميه صغيره كده، ما بيمشيش معايا ان انا اعمل حاجه قليله. يعني مثلا ايه، عايزه اعمل بعمل مثلا بالكيلو. اي حاجه بعملها مثلا اعمل كيلو، اعمل مثلا سنتين كيكه. يعني هي بصي فتحه الفرن بالمره يا اختي، الغاز ده اصل مش ببلاش. فالمهم قلت لا انا نفسي في حاجه حلوه، هي طاقه بقى معايا حاجه حلوه فهعمل، يعني هعمل. قلت مش مشكله يا اختي، اعملي بقى يا بت وظبطي الدنيا على ايه، على الموجود. مش مشكله، اصل انا مش لسه بقى هغسل بتاعه الكبه بتاعه التوابل واعمل فيها بقى وانشفها وبتاع واعمل اطحن سكر تاني. لا، ما انا ما بطحنش سكر انا في البيت، انا بجيب كيلو ايه سكر بودره كده يقعد معايا الشهر زي ما يبقى. المهم رحت بقى يا اختي جبت بقى الكوبايه الا ربع سكر بودره اللي كانوا عندي، وجبت برضو كوبايتين ونص ل3 كوبايات الا ربع كده دقيق، بس هما تقريبا كانوا كوبايتين ونص وحاجه بسيطه. المهم بقى ولقيت بضايه واحده هي واحده اللي في التلاجة. الحيله يعني دي ولا هتعمل كيكه ولا هتعمل بتاع. بصي بقى يا اختي البضايه دي انا عملت بيها 105 واحده بسكوت، مش عارفه ازاي انا عملت كده. مش عارفه جت معايا ازاي، بس مش فاهمه. هنا بقى العجينه ما كانتش رفعتها قوي وانا بفردها، فمش راضيه تتشال من مكانها، رحت لميتها تاني وعكتها تاني وفردتها من الاول وجديد. عايزه اقول لك ان هو التشكيل ده اللي خد الوقت معايا جامد يعني. المهم جبت يا اختي نص، ايه يا اختي دي ما علينا يا اختي. كوبايه الا ربع سكر بودر، وبضايه واحده، وكوبايتين ونص دقيق، ومعلقه صغيره مليانه بيكنج باودر، وكيسين فانيليا، وايه تاني اللهم صل على كامل النبي، وبس كده. ومعلقتين كاكاو لو انت عايز تعملي نصهم بالكاكاو، ومعلقتين 3 بالظبط لبن، مش اكتر من كده. هي دي كانت المقادير اللي عندي يا اختي. عايزه اقول لك بقى المكبس بتاع البسكوت ده طلع اختراع يا كوتش، طلع يعني بص نينجا يعني زي ما بيقولوا. المكنه دي ب35 جنيه، كنت جايباها بقالي 6 7 شهور، بس عايزه اقول لك فظيعه. جيبيها على ضمانتي هتبصي تريحي جامد جدا. انا عامله لكم فيديو بتشغليها ازاي بتركبيها ازاي، بس عايزه اقول لك طلعت جامده. انا جايبه منها المربعه والمدوره، وفي منها الحجم الاكبر من ده، بس الحجم الصغير طبعا بيبقى كيوت واحلى. تمام. فوالله يا اختي بصي اتدبت كده معايا. انا عايزه اقول لك كان بالليل الوقت ده، وعملوا ما شاء الله 5 صواني. وعملت بقى دباديب وعملت مثلثات وعملت مش عارفه نجم وعملت اشكال بالمكنه دي، وعملت مدور وعملت مربع. وعايزه اقول لك الشكل ده بيدي شكل البسكوت الشاتو، وحلو قوي. اللي بالكاكاو كان طعمه جميل، واللي هو الساده طعمه كمان احلى. بص بقى شكلي ونوعي كده، فرح العيال يا اختي ما حدش واخد منها حاجه بلا وكسه. يلا فرح العيال كده، قوم اي حاجه، بص اي حاجه عندك اشتغلي بيها وخلاص. والله عايزه اقول لك ببضايه واحده، والله بيضه واحده. وكمان عايزه اقول لك ان انا المفروض البسكوت ممكن ما يتحطلوش لبن، بس انا لما لقيت البتاع ايه مفتوله شويه كده، رحت حطيت لها معلقتين 3 لبن. ايه ظبطت الاداء يعني. دي حاجه بتاعتك انت بقى، لو انت عايزه تعملي صابليه طبعا مش هياخد لبن، لكن البسكوت لا، حط لها كده معلقتين 3 لبن، يعني ايه بتظبط الدنيا. هنا بقى قعدت اشكل واعمل بقى فنانه بقى فيها بقى وايه، واعمل فيها شيف. يعني انا مش شيف ولا حاجه، انا ست بيت عادي يا اختي، يعني محدش قالك ان انا شيف وشغاله في مطاعم بلا خيبه. انا 7 صنايع وبخت ضايع. انا قاعده في البيت بعك مع نفسي كده، ويجي عليا الليل تبقى عايزه تعملي اي حاجه ما تفهميش بقى، والله العظيم يجي بالليل كده ما تفهميش. احنا المفروض في الصيف، الشتاء اقول لك بتاكل، احنا دلوقتي في الصيف. انا عايزه اقول لك العيد ده احنا دخلنا فيه، فاحنا عايزين نرجع مؤدبين ومحترمين وولود ناس، ونبطل حش كده عشان ايه. الموضوع زاد عن حده كده، وبالذات ما بيجيش الا بالليل، الموضوع ما بيقلبش الا بالليل، والله العظيم 3. بس يا اختي انا مش عارفه ايه يا اختي، انا قلبت القلبه السودا دي كده ليه يا اختي انت وهي؟ في ايه؟ ما علينا. يلا احنا بقينا فري مع بعض يا اختي انت وهي. بس انا زعلانه منكم قوي يا عيال، يعني انتوا مش بتظبطوني خالص في اللايكات يا بنات، بجد بجد انا بتعب قوي في القناه وفي زفت الصفحه، ولا شايفه اي اهتمام. يعني يا جماعه لايك يا جماعه، مش هاخد منكم حاجه. يعني انا بشوف الناس اللي بتتفرج، لو كلكم حطيتوا لايك الفيديو يتظبط، لكن مفيش لايكات فالفيديو بيموت اساسا. يعني والله العظيم انا بتعب جدا في التصوير ده، يعني التصوير ومنتجه تاني يوم، فبيطلع عين اهلي اللي خلفوا اللي جاب ابويا بصراحه. يعني بصراحه بيطلع عيني بجد بصراحه.
بس يلا الله المستعان. يعني بصي في حاجه بتيجي بتقولي تتقال ازاي بقى، يعني انا عملت ايه في دنيتي عشان اشوف ده كله. هيجي اليوم ان شاء الله باذن الله اللي هيجي اليوم ما يقول ايه هو انا عملت ايه في دنيتي اشوف الحلو ده كله. فبصوا مفيش حاجه بتدوم، ولا الحلو بيدوم ولا الوحش بيدوم. فانت قولي ان شاء الله بكره احلى، باذن الله بكره احلى ان شاء الله باذن الله، علينا كلنا يا بنات، مش عليا انا بس، علينا كلنا. قولوا بسم الله، بسم الله توكلنا على الله، واللي بيتكل على الله ان شاء الله هيلاقي كل خير باذن الله. فان شاء الله بكره احلى، وما دام انتوا معايا ان شاء الله باذن الله بكره احلى واحلى باذن الله. والله انا واخداها ايه، بصي تسليه، اديني بتسلى معاكم وبنتكلم مع بعض يا اختي. وبصراحه انا مبسوطه ان انا بقيت على الصفحه 27,000 مشترك بصراحه، يعني احلى